قالوا ناس زمان زارع الفاكهة في البحيرة والجنان، كيف يجني يخاف من الخسران. أما التين والزيتون يتجفف يزيد يزيان، حلاوة وحكمة مذكورين في القرآن. اليوم الوصفة طالعة بمربى التين، والتين دا كاع الهمة وكاع الزين. كل ما دخل الصيف كنسولو عليه فين، كيف نلقاوه كنحضروه في الحين. بسم الله وعلى بركة الله. سيداتي آنساتي ساداتي، اليوم عندي لكم واحد الوصفة معلكة معسلة هائلة، بعويدة معسلة ومعمرة بالتين والزيتون. التين والزيتون. تبعوا معايا الوصفة، غادي نعطيكم شي حاجة غزالة. كناخذوا البعويدات ديالنا وكنقسموهم على جوج، كنخويو لهم داك القليب اللي لداخل. بعد ما قصرنا البعويده ديالنا وخوينا لها داك الجوف ديالها باش نعمروه، غادي نعلكوها شويه في المقله. انا كنفضل نطيب في النحاس لانه النحاس عنده واحد الخاصيه مميزه، هو التعليكه. كنطيبو بحال الدقه ديال الزمان. غنديروا المقله ديالنا تسخن، وغادي نديروا فيها واحد شويه ديال الزبده، غنضيفوا واحد شويه ديال الملح. باش تبدا تذوب لينا الزبده غادي نبداو نحطوا البعويدات ديالنا، نديروا واحد شويه ديال المليحه من الفوق. دابا غادي نسمو بواحد شويه ديال ازير ولا اكليل الجبل. البعويده ديالنا بدات كتحمر من هاد الجهه، نبداو نقلبوهم فاش يوصلوا لهاد النيفو ديال اللون تولي ذهبيه. كنزيدوا كاسوناد تقريبا واحد 50 غرام. من بعد ما حسينا بها كتعلك مزيان غادي ندخلوها للفران على درجه 160 درجه، وغادي نخليوها طيب على التهنديبه. غادي ناخذوا واحد كاسرونه ديالنا واحده اخرى، وغادي نوجدوا الوصفه السحريه ديال التين والزيتون. غادي ناخذوا شويه ديال الشريحه ديالنا نقطعوها على 4. كاين اللي كيقول لي التين، كاين اللي كيقول لي الكرموس، كاين اللي كيقول لي الباكور. المقله ديالنا غادي نزيدوا فيها واحد شويه ديال الزبده، غادي نديروا فيها هاد التين ديالنا. ناخذوا مسلاله ديالنا غادي نحاولوا نقصوها، كنضيفوا هاد المسلاله على هاد التين ديالنا. كنديروا واحد شويه ديال الملحه، كنزيدوا لا كونفيتور ديالنا ديال التين، كنديروا واحد 3 ديال المعالق تقريبا. دابا غادي نمشيو نطلو على البعويده ديالنا واش تعسلات. بقى معايا. واو هذه هي التعليكه والا فاله. البعويده ديالنا تعسلات رائعه في المنظر. بسم الله. بعد ما عاود شحرنا الخلطه ديالنا ديال التين والزيتون غادي نعمروا بها الجوف ديال البعويده، كيجي المذاق هائل وراقي جدا. الوصفه كيخصها واحد شويه ديال الملوحيه. هذه الملوحيه اختاريناها اليوم من الفرماج الازرق اللي هو لو بلو دوفيرني، لانه كيعطي واحد الميول في المذاق ديالو للسمن المغربي. تبعوا معايا. كناخذوا الجبن الازرق كنحطوه من هنا من الفوق، كناخذوا واحد شويه ديال داك الزبيده والكراميل اللي فيهم النكهه ديال الازير، كنديروا شويه ديال اللوز، شويه ديال السكر كلاصي، وكنديكوريو بواحد الغصين صغير ديال الأجزير. وبذلك سيداتي سادتي كنقدم لكم بعويده معسله بالتين والزيتون. سيادنا كانت هذه وصفه اليوم، وصفه طريه وخاليه من اللحوم، بعويده معلكه تنسيك الهموم بالصحه والخير علينا يدوم. ايوا سيادنا بصحه فطوركم. كان معكم الشيف سيمو كيف القاعده، مع احلى رمضان وشهيوات جديده.